هعمل معاكم النهارده بقى كيكه احمد الزامل بطريقه سهله وسريعه، وممكن كمان سهل قوي ان انتوا تستبدلوا المكونات الغاليه بمكونات تكون اقتصاديه، وهتطلع معانا برضو كيك خطير. انا بجد عجبتني التجربه جدا، وبجد هجربها تاني، ورطبه كده وبجد بترطب على القلب وبتنفع جدا في اوقات الحر اللي احنا فيها دي. اول حاجه معايا كده كوبايه وربع من الدقيق، وهنزل كمان بربع كوبايه من الكاكاو الخام الغير محلى. انا هنا استخدمت الكاكاو الاسباني، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر بس تكون مليانه، وربع معلقه من البيكنج صودا، ورشه من الملح. هنخلهم كويس جدا بالشكل ده كده عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، وهقلبهم وهركنهم على جنب كده. انا حضرت المكونات الجافه معايا. ابتدي احضر بقى المكونات السائله. معايا بقى نص كوبايه من السكر وبدايه درجه حراره المطبخ، ورشه من الفانيليا، ونص كوبايه من اللبن يكون برضو بدرجه حراره المطبخ، وربع كوبايه من الزيت، ومعلقه من الخل. هخلطهم كويس جدا مع بعض كده لغايه ما السكر ما يدوب تماما. واكون بقى هنا في الخطوه دي اكون مولعه الفرن على درجه حراره 180 وحاطه الرف في النص. خلصت بقى كده الخليط زي ما انتوا شايفين كده، هتلاقوه تقيل شويه كده. هيبقى معايا بقى معلقه من النسكافيه او قهوه سريعه الذوبان، ومعلقه من السمنه البلدي، وربع كوبايه من الميه اللي بتغلي، اهم حاجه تكون بتغلي. هقلبهم كويس مع بعض، وهنزل بقى على الخليط. هقلب بقى لغايه ما يبقى الخليط معايا متوسط كده، لا تقيل ولا خفيف. هكون محضره بقى صينيه كده مقاس 20 في 30، هكون دهناها بالزيت كويس جدا، وهنزل بالخليط واحاول ان انا اخرج منه اي هواء. مقاس الصينيه هنا هتطلع معانا سمك الكيك مناسب جدا للطريقه اللي احنا هنعملها. هدخل بقى الكيك الفرن، هيقعد معايا من 13 ل 15 دقيقه، وطبعا ده على حسب الفرن بتاعكم. اول ما تشموا ريحته كده بتختبروها بالخل. قطعت بقى الكيك وحطيته في العلبه اللي انتوا شايفينها دي بتتباع جاهزه كده. واكون محضره كوبايه من اللبن وعليها معلقه من الكاكاو، هسقيها كده وهسيبها على جنب لغايه ما احضر بقى الكريمه. معايا عبوه من القشطه 200 ملي، عليها عبوه من كريمه الخفق، وعليها كمان 2 باكت من الكريم شانتيه، ونص كوبايه من اللبن. هخلطهم كويس جدا لغايه ما قوامهم يبقى مناسب كده. انا مش عايزاه قوام تقيل قوي ولا خفيف قوي، عايزاه يبقى متوسط كده. هنزل بقى على الكيك، واهم حاجه تكون الكيك بردت تماما. اهم خطوه بقى هنا ان انا لازم ادخل الخليط في التلاجة لمده ساعتين او 3 علشان الوش يشد معايا، عشان لما اجي احط الطبقه بتاعه الصوص الشوكليت ما تندمجش في بعضها وتخش في بعضها. لازم احط الخليط في التلاجة قبل الصوص. بعد كده بحط الصوص، وبكون بقى محضره معايا تشوكو رايز، ده بجيبه من الماركت. بنزل عليه بصوص الشوكليت برضو، بس ما بحطش كتير، بحط يا دوبك معلقتين كده يتغلف حاجه بسيطه. بعد كده بنزل عليه بقى معلقتين من الكاكاو المحلى. انا ضفت كاكاو محلى علشان الكاكاو الخام انا حسيت ان هو ممكن يمرر معايا، فضفت الكاكاو محلى. بعد كده قلبته كويس جدا لغايه ما كل واحده اتغلفت لوحدها وانفصلت عن بعضها. بعد كده بقى بنزلها بقى اخر حاجه على الكيك، وبدخلها بقى في التلاجة من 2 ل3 ساعات. بيبقى معايا بقى كيك خطير رطب كده وساقع وطعمه حلو قوي. بجد تجربه عجبتني وهجربها تاني. جربوها بقى انتوا كمان وقولوا لي ايه رايكم، وبألف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.